من مزايا الأخلاق في الإسلام أنه ما محصورش فقط في شي قبيلة من القبائل ولا أمة من الأمم، فالله جل وعلا خلق الناس مختلفين في الأشكال وفي الألوان ونوعهم كذلك في النطق بمختلف اللغات واللهجات. ومن العدالة الإلهية أن الله جل وعلا جعلهم كاملين بحال حتى واحد ما حسن من الآخر إلا بالتقوى، كما قال الله جل وعلا في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كذلك من أبرز مزايا الأخلاق في الإسلام أنه كيعامل بها الناس كلهم بحال، فما كاين حتى شي فرق ما بين الغني ولا الفقير، يكون الإنسان لاباس عليه ولا فقير، أو يكون رفيع ولا وضيع، يكون رفيع يعني صاحب المكانة والجاه والمنصب، ولا يكون وضيع يعني ضعيف على قد الحال، ولا أسود ولا أبيض ولا عربي ولا أعجمي. فالمهم كما كانت المكانة ديال الشخص فخصك تستعمل معاهم التعامل الطيب ومكارم الأخلاق، وتكون في أخلاق كلها طالب رضا الله سبحانه وتعالى، ما طامع من حتى شي واحد شي أجر مادي ولا منصب دنيوي. كذلك من مزايا الأخلاق في الإسلام أنه ماشي خاص بالمسلمين فقط، بل الأخلاق خص يستعملها الإنسان المسلم مع أخيه المسلم ومع غير المسلمين. وهنا كيجي التساؤل: كيفاش نستعملوا الأخلاق الحسنة مع غير المسلمين؟ أولا خصك تعرف بأن الله جل وعلا هو اللي أمرنا بالإحسان لجميع الخلق، كما قال الله جل وعلا في سورة البقرة: وقولوا للناس حسنا، على أن العدل والإحسان والرحمة هي أخلاق كيتصف بها المسلم في جميع التعاملات ديالو والسلوكات والأقوال، سواء مع المسلم سواء مع الكافر، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا شك أن هذا فيه حكمة كبيرة لدعوة غير المسلمين لهذا الدين العظيم. الكافر إلا شاف الأخلاق الحسنة اللي كيتصف بها المسلم الحقيقي كان هذا أقرب للاستجابة والدخول في دين الإسلام. وشحال سمعنا ديال الأخبار الكثيرة على ذوك الناس اللي دخلوا في الإسلام وكان السبب الأهم هو التأثر بالأخلاق. ولهذا كيقول الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولكن تابع يا عبد الله، راه ملي تنقولوا بأن الأخلاق الحسنة خاصها تكون حتى مع الكفارة، فهذا ما كيعنيش بأننا نواليهم ونحبوهم على داك الشيء اللي عليهم من الكفر والشرك. ولهذا كيقول الله سبحانه وتعالى من بعدها في سورة الممتحنة: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.